أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم نجوم الأدب. النهاردة معانا شاعر من الصعيد، شاعر له ألقاب عديدة، لقب بشاعر الصعيد، لقب بشاعر الشعب، لقب بشاعر الغلابة. النهاردة معانا شاعر متميز جدا، حصل على جوائز كتيرة، جوائز 10 سنين متتالية وجوائز في مهرجانات. النهاردة معانا شاعر تعرض زي معظم الشعراء للتهميش في العهد السابق، أما دلوقتي وبعد ثورتنا الجميلة بنظهر كل المواهب. النهاردة معانا الشاعر ناصر علي توفيق. أهلا بيك يا أستاذ ناصر. اهلا وسهلا يا استاذ احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه انا بشكر قناه الهلال وكل القائمين على البرنامج من معدين ومخرج والاستاذ احمد طبعا اللي اتاحوا لي الفرصه دي. وانا طبعا بشكره على كل الكلام اللي قاله، وان شاء الله نكون ضيف خفيف على حضراتكم ونكونوا كويسين ان شاء الله في الحلقه. ده اكيد يا استاذ ناصر. حضرتك ليك باع طويل في الشعر والادب، بس في الاول مع الساده المشاهدين عايزين بطاقه التعارف، المنشأ والمهنه، نبذه بسيطه عن حضرتك في البدايه. والله انا مولود بقريه نجع الخلوه مركز اخميم محافظه سوهاج. مكثت فيها لحد ما اشتغلت بعد كده في مركز دار السلام اللي هي اولاد طوق شرق سابقا بمحافظه سوهاج ايضا، واشتغلت مدرس للمواد التجاريه علشان انا حاصل على بكالوريوس تجاره سنه 85، والان وصلت لمدير مدرسه الخيام الثانويه التجاريه للبنات. جميل جدا. استاذ ناصر، انت ابتديت تكتب شعر امتى؟ والله انا يمكن من مرحله مبكره جدا جدا، يمكن من الاعداديه، والكلام ده مش كلام وخلاص، لا دي حقيقه. يعني انا كنت في سنه ثالثه اعدادي اول ما كتبت، اول ما ايدي خطت اول بيت شعر. طب وايه السبب او الدافع او الوازع ليك انك تبتدي تكتب شعر؟ ما اعرفش، يمكن احنا عندنا في الصعيد حضرتك عارف انه كل ما حولك يتكلم الشاعر. الام وهي بتطبطب على ابنها نام نام واجيب لك جوزين حمام، الامثله الصعيديه. الامثله الصعيديه الجمال ورا الجمل، الراجل اللي بيسقي في الشادوف زمان كله، لو شعرت تلاقي الجمل مشيته ايقاع والراكب الجمل بيقول شعر. يعني فالبيئه كلها خلت ربت جوا ذهننا او ربت جوا وجداننا انه شفت عمي شفت امي بتقول شعر، المعدده في الموت بتقول شعر، حتى في الوفاه يعني بيقولوا شعر. طب ده ينقلنا نقطه ثانيه كمان، ده كده يعني دليل الاسره معاك دورها كان ايه؟ طبعا في انك بتنمي الموهبه دي واستيعابها كان ايه، ومفاجاتها بابنها اللي لسه في الاعداديه بيكتب شعر، لقيت الوضع كان رد فعله ايه؟ والله يعني فعلا الاسره ليها دور، والاخص والدتي، لان والدي عليه رحمه الله توفى وانا في سن مبكره جدا، لكن والدتي متعلمه وشجعتني جدا جدا، وقالت لي يعني هوايتك مارسها، يعني عادي جدا. الاسره كانت مرحبه جدا ومبسوطه. طب المدرس باللغه العربيه وانت بتكتب في الاعداديه اكيد احتكيت بمدرس او احتكيت بنقد في اول قصيده قلتها. تفاعلت ازاي او تعاملت ازاي في الموضوع ده؟ هو طبعا حضرتك يا استاذ احمد، موضوع الاعداديه ده اول حد اكتشف ان انا بكتب بالشعر ما كانش مدرس اللغه العربيه، ده كان مدرس الرسم. ودي مدرس الرسم دي يمكن الحكايه اللي انا هختصرها بشده شديده، لانه ده كان بدايه البدايه. هو كان عندنا حصه رسم ببساطه شديده كده، انا مطلوب رسم موضوع الفلاح وهو واخد بهايمه ورايح الغيط، الست وشايله المشنه، اللوحه دي مطلوبه مننا في درس الرسم. فانا ضعيف شويه في الرسم، رسمت شبه اللي قال عليه، حسيت اني ما عبرتش بالرسم، ولكن جوايا شيء تاني ممكن اعبر به الكتابه. فانا كتبت اول بيتين شعر في حياتي على لوحه الرسم. نسمعهم بقى. يعني انا طبعا اول بيتين بيكتبوا ما يتنسوش اساسا، اول قصيده ما بتتنسيش عامه، لانه دول كانوا على لوحه الرسم. بقول فلاح وهو شايل قدومه، في الفجر بيصحى من نومه، يطلع على غيطه هناك يفطر،
فرحان الدنيا بقدومه. ده الانسان اللي في الاعداديه الله. كتب الكلام ده. في الاعداديه اه ما عملتش اي تعديل، احتفظت بيه البيتين زي ما هم. لا ده برضو يعني لو تسمح لي حضرتك اكمل الحدوته. مدرس الرسم شاف تعالى يا ابني انت اللي كتبت الكلام ده. والله انا اللي كتبته يا استاذ. في ايه يعني؟ خايف. بيقول لي لا بالعكس تعالى. وداني مدير المدرسه. مدير المدرسه خد اللوحه وراح علقها في المكتب. تمر السنين، بعد 20 سنه المدرسه حبت تحتفي بتلاميذها دفعه ورا دفعه. انا كنت دفعه 75، فعايزين يحتفوا دفعه اعدادي 75. فجيت دور علينا، فبعتوا لنا جوابات استدعونا، اللي يشوف مين بقى مهندس، مين بقى طبيب، مين بقى طيار، مين بقى ضابط. تقليد جميل بتعمله بعض المدارس. فالحقيقه انا رحت قعدت طبعا سلمت على مدير المدرسه. طبعا المدير اتغير 20 سنه. تمام. فانا موجود كده ببص، لقيت اللوحه موجوده في مكتب المدير. الله. فانا ضحكت. فهو بيقول لي بتضحك ليه يا استاذ؟ فانا بقول له والله لان اللوحه دي بتاعتي. قال لي انت الاستاذ، انت ناصر علي توفيق؟ فالراجل طبعا يعني حس احساس كده، خدني بالحضن وقال لي اللوحه دي كل مدير مدرسه بيجي بيوصي انها ما تتشالش من على الحيطه. ودي كانت بدايتي مع الشعر يعني. الله، ذكريات جميله لا تنسى. طب نرجع بقى لموضوعنا. الذكريات دي او الدافع ده هو اللي اداك الالقاب اللي انت خدتها، شاعر الشعب وشاعر الغلابه. اللي الالقاب حكايتها ايه والله؟ الالقاب من الناس يعني. شاعر الغلابه لاني تقريبا كل ما كتبته بتكلم على الكادحين، عن لان احنا منهم. الفلاح، العامل البسيط اللي مش عارف يدبر امور حياته. كل القصايد تقريبا لازم يكون فيها كده. ففي الامسيات والندوات يعني لقوني بكتب كده، فحتى بيجوا يقدموني شاعر الغلابه ده في الصعيد. طب وشاعر الصعيد؟ شاعر الصعيد بصراحه في مجموعات كثيره على الفيسبوك مؤخرا اطلقوا عليها الشاعر الصعيد او الشاعر الصعيدي او شاعر او ممتلك كلمه الصعيد وممثل الصعيد في الشعر زي كده يعني. ده كان على الفيسبوك وعلى الانترنت الحقيقه. شاعر الشعب بعد الثوره في زخم حصل في الكلمه. يعني دخلنا في مرحله تانية خالص. فالقصائد كانت فيها الثوره، كان فيها الميل للشعب. فلقبت بشاعر الشعب مؤخرا يعني. لقبت بشاعر الشعب. حضرتك دايما كنت من النوع المثابر المجتهد لحد دلوقتي. عرفنا انك سنة 1999 انشأت مع بعض الزملاء جماعة ادبية، نادي الادب. تمام. يا ريت تكلمنا عن التجربة دي وتكلمنا ازاي وتورد ميلاد الفكر اصلا جه منين؟ والله احنا كنا مجموعة غاويين شعر، وفي اللي كاتب قصة وفي اللي كاتب يكتب قصيدة شعرية فصحى او عامية. مجموعة مش لاقيين مكان نمارس فيه هويتنا. فلما رحنا قصر ثقافة سوهاج ببساطة كده قالوا لنا مفيش غير قصر ثقافة أخميم هو اللي فيه نادي أدب. أخميم دي تبعد 70 كيلو عن دار السلام. فبقينا نروح نحضر الندوات في أخميم. فأخميم بدأوا يهمشونا، يعني ممكن يقدمونا نقول شعر وممكن ما يقدموناش. فإحنا خدتنا الحماسة، ثابرنا لحد ما أنشأنا في قصر ثقافة محمد عبد الحميد رضوان بمركز دار السلام أول نادي أدب في قصر ثقافة محمد عبد الحميد رضوان بنادي. وأنا انتخبت عضو مجلس إدارة في بداية دورته، وأنا الآن نائب رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بدار السلام. الحمد لله كبر دلوقتي وبقى أعضاء كتار يعني. طب أهدافكم في البداية من الموقف اللي تعرضتوا له إن أنتوا متفسح من المجال او متسع تقولوا فيه شعر وتخرجوا فيه مشاعركم. بس اكيد الاهداف دي تطورت بتطور الملتقى والنادي الادبي، وتطور بالمنطلق بالوقت. تمام. وبالاستمرار. اكيد مع تطور الاهداف بقت لكم اهداف تانية ما تقتصرش على الظهور بس. تمام. يعني من اهم الاهداف التانية اكتشاف الاصوات الجديدة، الشباب الجديد، الكلمة الجديدة. يعني احنا بدأنا كنا 9 الأعضاء العاملين في النادي 9، حتى كملنا من مركز تاني لما قالوا لنا لازم يكونوا فوق ال 15 مثلا. فالنهارده أعضاء نادي الأدب يفوق ال 47. اكتشافنا نكتشف ونضيفه كعضو عامل، وده كان من أهم الأهداف.
ولكن برضو كان في الروتين، يعني الروتين الحكومي، انت مستني ميزانيه يجيلك والميزانيه ضئيله، نعمل ندوات، عايز انا مثلا استضيف شعراء كبار من القاهره، من اسوان، من مصر ثريه، واحنا لينا اصدقاء شعراء وهم بيستدعونا، فاحنا عايزين نجيبهم برضو نكرمهم لانه احنا معجبين بيهم ونفسنا الشعب وتعملوا في نفس الوقت ثراء فكري والملتقى واحتكاك. بالظبط، واحتكاك. الميزانيات كانت ضئيله. احنا طبعا مؤخرا برضو انشأنا انا وشخصيه جميله جدا الاستاذ حاتم السمان، ده اللي هو رئيس نادي الادب الحالي. انشأنا ساقيه دار السلام على نمط ساقيه الصاوي. دي الحقيقه بعيد عن الروتين، عشان نبعد عن الروتين وخنقه الروتين، ودي بتختلف عن نادي الادب. طبعا احنا ما سيبناش نادي الادب. نادي الادب مقتصر على الاعمال الادبيه، شعر، قصه، مسرح. بدايه موضوع الساقيه دوت خدته امتداد من نادي الادب. بالظبط عشان تتخلص من مشاكل الروتين. بالظبط. زائد انه في الساقيه انا بقدر اقدم اصوات حلوه، بقدر اقدم تواشيح دينيه، بقدر اقدم مقرئين قران، بقدر اعمل مسابقات، بقدر يعني مش مقتصر على الشعر بس، والشعر ركن من ضمن اركان. طب قول الموضوع دوت عند الناس عندك ايه؟ في حقيقه الامر احنا بدانا في رمضان اللي فات. ما اقدرش اقول لحضرتك الاستقبال كان شكله ازاي. يعني احنا جبنا تواشيح دينيه لمشاهير، احنا قلنا شعر، عملنا مسرحيه. عملتوا كم حفله في رمضان؟ عملنا 4 حفلات، كانت هي اسبوعيه في رمضان وما زالت مستمره اسبوعيه. يعني بالنسبه للبدايه طبعا 4 حفلات ممتاز. 4 حفلات و4 حفلات ثريه، زائد اننا عملنا توأمه مع عدد من الملتقيات. يعني عملنا توأمه مثلا مع ساقيه نجا حمادي جنبينا، عاملين نفس الفكره. عملنا توأمه، شعرائهم يجوا عندنا واحنا نروحنا عندهم، هم عندهم فرقه مسرحيه احنا ما عندناش، يجوا يعرضوا عندنا. يعني صراحه عمل زخم. زائد عملنا برضو توأمه مع فرقه المصطبه المسرحيه، ودي فرقه اهليه بجمعيه اهليه مشهوره في نجا حمادي، الاستاذ عبد الهادي النجمي، الاستاذ عثمان الخضيري. برضو عملوا توأمه بيجوا يعرضوا عندنا المسرح بتاعهم بحب. يعني جميل جانب. طب انت برضو باحتكاكك بدايه جوازك سمعنا انها من 2001. تمام. رحلتك مع الجوائز ايه والانجازات فيه؟ الجوائز بدات من خلال التربيه والتعليم. يعني انا في التربيه والتعليم ببساطه شديده كده دخلت في مسابقه التربيه المسرحيه، عملت مسابقه لمسرح، كتبت مسرحيه شعريه باللغه العربيه الفصحى عن الانتفاضه الفلسطينيه. اتفاجئنا ان دربت البنات، عندنا مدرسه بنات احنا مدرستنا، دربت البنات على المسرحيه واتفاجئت انها فازت على مستوى المحافظه، وطلبوا تصعيدها على مستوى الجمهوريه. للاسف ما قدرتش، لانه البنات عندنا مستحيل تتحرك من مكانها. يعني ما تقدرش تاخد بنت تجيبها القاهره علشان تعرض، هم عايزينها معروضه مش عايزينها مكتوبه. قيم الصعيد واخلاق الصعيد مش هتتغير ابدا. بالظبط كده. بس احنا طبعا انبسطنا لانه دخلنا نشاط في دار السلام بهذا الشكل. كان ممنوع البنت تطلع تمثل او ده بالنسبه لسنه 2000 بالظبط كده، واحد اللي هي البدايه بالظبط. وبرضو مع جوائزك ومع انجازاتك الادبيه اللي الساده المشاهدين متعطشين ليها هنستكملها بعد الفاصل. هنطلع فاصل ونرجع تاني، انتظرونا لان لسه عندنا مادة جامدة جدا وثرية جدا مع الشاعر الكبير ناصر علي توفيق. نلتقي بعد الفاصل. سنعود بإذن الله. كن مميزا. عدنا بحمد الله. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين. عدنا بعد الفاصل مرة تانية مع شاعرنا الجميل ناصر علي ومع جوائزه التي لا تنتهي تقريبا بثرائه وبكفاحه. دلوقتي احنا اتكلمنا عن سنة 2001، في 2002 و2005 بالنسبة للتربية والتعليم أنا احتكرت تقريبا المركز الأول على مستوى الإدارة التعليمية في خلال ال10 سنين الأخيرة. 10 سنوات 10 سنوات احتكر المركز الأول متتالية ما شاء الله. فهم دلوقتي مخليني مسؤول الأدب والثقافة في كان نوع من نوع المسابقة كان إيه؟
مسابقة التربية المسرحية عندنا في توجيه اسمه التربية المسرحية، بيعمل مسابقة مسرح وأدب عموما يعني، بس اسمه التربية المسرحية وفن. فأنا بكتب الأغنيات والمسرحيات، فكل مدرسة بتدخل بفقرة، فاحنا بناخد الحمد لله ما شاء الله مركز أول 10 سنين. زائد أنا خدت جايزة في القناة التامنة، كانت بتعمل برنامج، دي أنا طبعا بعتز بيها جدا الجائزة دي، برنامج اسمه دوري القناة التامنة، كان دوري ما بين المراكز، مركز مثلا أخميم ودار السلام مع بعض فاحنا يعني الحمد لله أنا خدت المركز الأول مرتين، مرة في التواشيح ومرة في الشعر. نقلتنا نقلة جميلة جدا للتواشيح، وخصوصا ان احنا عرفنا ان انت حضرتك دارس عروض. تمام. فبتكتب الوان الشعر العامية والفصحى والاغنية. تمام. طيب دور التواشيح او موضوع التواشيح ابتدى معاك ازاي؟ والله انا يعني اصدقائي صوتك حلو، فيعني ممكن، وبرضه الغناء والاذن الموسيقيه ساعدني كتير في الشعر برضه. اكيد طبعا. الايقاع نفسه. بالظبط، الايقاع خلاني ما اتعبش في وزن القصيده، لان انا بقولها مغناها. فده كان دور. طب مبدئيا عايز اسمع منك، احنا عرفنا انك في ديوان تحت الطبع يا فندم اسمه حلم الغلابه. حلم الغلابه. تمام. طب احنا عايزين يكون لنا السبق في ان احنا نسمع قصيده الديوان. قصيده الديوان. هختار قصيده حلم الغلابه. تمام. حلم الغلابه طار لفوق، والشوق بيشلع في الحلوق، بجناح منبت في الوهن. حلم الغلابة بيتعجن بالوهم مع حبة شجن، وبيتقلب زيت الزمن. حلم الغلابة بيترسم فوق بحر تلج ويبتسم، تطلع عليه شمس الوطن. حلم الغلابة بيتخنق من قبل حتى ما يتخلق، وبيتفرم من غير مكان. حلم الغلابة مركبة ومكركبة متركبة زي الجمل من غير رسن، بلعها بحر في ليل ظلم، يا ريت ما كانش في يوم حلم، والصرخة حلم بتندفن. حلم الغلابة سلسلة متسلسلة ضم الخلا واخداه لبحر من الحزن. شقيان جعان عريان يخاف، طب حتى يلقى لقمة حاف علشان يقاوم في المحن. في الصيف بيحلم بالشتاء، في البرد يحلم بالدفى، طول عمره يحلم بالسكن. حلم الغلابة تاه في بير، والبير غويط جواه أسير، مين اللي يقدر على المحن؟ لملم جناحك وانكسر، يلا انتشر بين البشر لحسن تروح من غير تمن. حلم الغلابة كان فتات، ولما عمر الحلم فات اتسرق منه الزمن. اندفن حلم الغلابة لما مات أرنب في غابة، بس مات ملقيش كفن. بس مات ملقيش كفن. ملقيش كفن. الله. ده حضرتك بتكتب باللغة الصعيدية طبعا، مؤثرة معاك. طبعا برغم احتكاكك المستمر. بالظبط. دور الفيسبوك كان معاك ايه؟ دي نقلة كانت الحقيقة، يعني عرفتني بالناس. احنا كنا برضو زي ما قلت لحضرتك في البداية مجتمع مقفول. انا يعني بالنسبة للانترنت والفيسبوك كان ليه الفضل مثلا ان اكون هنا. يعني حضرتك انا عرفتك وتعرفت عليك وعلى القناه وعلى البرنامج بتاع حضرتك من خلال الفيسبوك وصفحه حضرتك. ما اتشرف بصداقتك. الله يخليك يا فندم، وانت صديق عزيز. فده كان النقله، يعني انا جيت التلفزيون وجيت والصحافه. الفيسبوك غير نظام، شال نظام. بالظبط، شال نظام. وده بينقلنا لسؤال مهم جدا. انت تفاعلت مع الثوره ازاي في 25 يناير والاحداث المسبير والفتنه الطائفيه واحداث المتلاحقه كده؟ طبعا. انت كشاعر ليك وجهه نظرك ايه؟ يعني انا يعني كنت دايما بكتب كل اللي كتبته من ساعه بدايه الثوره. خوفي على مصر، بحب مصر، يا مصر انتبهي يعني. طب نسمع قصيده تكون بتحبها وقريبه منك كده، تكون شارحه وعكسه مشاعرك. بالظبط كده. يعني انا هختار بحبك يا بلدي. بحبك يا بلدي. اسمع، دي يمكن آخر حاجة يعني حديثة. بحبك زي نخلة تتمايل ولا تطاطي، الله. وحتى لو رموكي بالرصاص الحي أو حتى مطاطي، الله. يا نخلة مزروعة في حضن التاريخ على النيل، طول ما انت عالية سيبك من الواطي. بحبك زي طير عشش على اولاده بجناح سنابل ذهب والطرح في ميعاده. لو التاريخ محتاج لنورك نور الصحبة، اصل التاريخ ابتدى
عندك وبملاده. بحبك نسمة نادية فوق جبال الصبر، ضحكة وصداها يمحي نار الغدر. يا سوسنة خضرة ونضرة وعافية، أنا كل ما انبش وفتش بلقاكي في كل حرف وسطر. بحبك زي مدنا طرحها تكبير، وأذان ياخدنا من صغير لكبير. يا ام الغلابة يا طيبة وطاهرة، ما تفرقيش بين الوزير والغفير. بحبك زي زغروطة لبنوتة في حنتها، مالي عينيها الخجل وعارفة سكتها. ومسلسل الخوف حبساه في زنزانة، وعمران الليالي مع صفو ضحكتها. بحبك زي صرخة صيد كما المدفع، دول مش ولادك اللي خانك اللي عاش يرتع. مهما بدلوا الوشوش وبتريهم، اصل السماح للخسيس عمره ما ينفع. بحبك شمس طوبة مش رياح امشير، بحبك خير بقونة وزقزقة عصافير. يا صفصافة على الترع عاضلها شاهد، ودافن تحت طينه الاف زعابير. بحبك ومش عارف بحبك ليه، بحبك يا واخداني في قلب التيه. بحبك وانت مش عارفة ومش دارية، بحبك موت يا أسراني يا بنت الايه. بحبك يا مصر. يا سلام يا بنت الايه. جميل جميل جدا. بداية افتتاحيتك للقصيدة بتفكرني بمربعات الواو. يا فندم. بداية المفتتح للقصيدة ولا أنا أخطأت في لا الموضوع؟ تمام. بتفكرني بمربعات الواو، تمام. وبتحسسني إنك ليك باع برضه في مربعات الواو. انا كتبت المربعات. احنا عارفين إن مربعات الواو نوعين. بالظبط. في الواو في ليه رواده وموجودين في الصعيد. تمام. ففي الواو المقفول، تمام. اللي هو عايز شرح يعني. وفي الواو المفتوح المفهوم. انا مش بفضل يعني ما اقدرش اقول بفضل، لان الواو المقفول ده فن رائع وليه رواده. انا ما اقدرش اكتب، ما عنديش المقدرة ان اكتب المربع المقفول، فانا بكتب الواو المفتوحة البسيطة اللي هي كلمة. ده تواضع منك طبعا بعد الله ثرائك اللغوي الله وقوتك اللغوية بصراحة. الله يخليك. بس كده نسمع منك حاجة من شعر الواو. يا فندم. يعني انا تعبيرك انت انسان متواضع جدا يا استاذ ناصر. الله يخليك بصراحة. يا فندم. الله يخليك. في بعض الرباعيات مم. بقول نختصر بس عشان الوقت. اول ما نبدي نوحد مولانا يدي ببساطة، بعدين هنمدح نبينا علشانه الفرع طاطة. الراجل الزين لقيه، اما الخسيس ما يسويش، هو التوب المرقع هتنفع فيه الخياطة. اوعاك تصاحب منافق ياخد منك ما يدي، وانجار زمانك شويه هيروح لغيرك بيدي. وانا اللي صاحبي لقيته لما المنافق هجرني، عمل حساب للمودة وعمره ما رد يدي. انا اللي كنت شباب صافي كما المية، ياللي انت رامي الشبك تصطاد بالنية. شبك شباكك شبك عالفاضي والمليان، العيب مكان في الشبك ده الركع النية. ده يعني نموذج يعني من لا، وتقسيمتك في مقاطع الواو بتحسسني بنبض الشعر الغنائي. يا فندم. ده واضح جدا في الايقاع بتاعك. يا فندم. بتنقلني معاك ببراعتك في اللغه من سؤال للتاني. لان انت اللي بتطلع انتاجك الادبي بصراحه ثري بصراحه يعني. فده ايقاع الاغنيه بيخليني ارجع لنقطه التواشيح. ولازم نسمع منك حاجه اكيد هتكون لها ايقاعها برضو المميز ان شاء الله. ربنا يعني يستر ونقدر نأدي حاجه كده بامر الله. طبعا انا بحب الادعيه بتاعت عبد الحليم حافظ كلها، وحتى بقولها في افتتاحات الندوات ساعات. يا رب يا رب سبحانك يا رب، أدعوك يا سامع دعايا
يا عالي يا عالي فوق كل غاية، يا عالم السر وحدك والكل لك في النهاية، يا رب اجعلني كلمة تصحي الناس وتهديها، اجعلني رحمة تمس جراح وتشفيها، اجعلني بسمة تهني قلوب وترضيها، اجعلني همة لكل عزيمة تحييها، يا رب. الله الله. حضرتك متنوع المواهب وفي نفس الوقت محافظ على الإطار الشعر بتاعك. طب دلوقتي حضرتك بالنسبة لمربعات الواو وبالنسبة للشعر العامية وبالنسبة للتواشيح احنا استعرضناها مع السادة المشاهدين. فاضل نقطة مهمة جدا هي شعر الفصحى. يعني انا طبعا بكتب الفصحى من قبل، يعني التجربة الأولانية كانت فصحى. بعد كده انتقلت للشعب، كتبت جميل جدا، بس برضو عايزين نسمع منك شعر الفصحى يعني لو كان امكن نستعرض مع بعض. مفيش فايده، مش هقدر اهرب يعني. لا ما ينفعش تهرب طبعا. ولو كان عبرت عن الثوره او الشعر الوطني او كده بالفصحى. لا انا يعني اخترت ابيات كده، حاجه يعني انا بحبها، اسمها دفاتر اشيائي. دفاتر اشيائي. تمام، اتفضل. قلبت دفاتر اشيائي فوجدتك قمر الاشياء، أجلستك حولي ثانية أتذكر عهد النبلاء، حدثني شيء في نفسي، شيء من ندم وبكاء، ولسان الحال يراودني أن أحذو حذو الشعراء، فوجدت كياني يتبعثر بين الأوراق الصفراء، يا زمنا عاد يراودني ويفجر ذكرى التعساء، أمل قد فات وقد ولى وتوارى بين الأشلاء، عفوا لك عذري أشيائي، عذرا مكفولا بعزاء. الله. شاعرنا الجميل، أكيد في كلمة عايز تقولها للشباب سواء كان في الصعيد خاصة أو سواء لشباب مصر عامة. الكلمة دي بتعبر عن اللي جواك وعن إحساسك وعن قلقك. يا ريت في دقيقة كده في عجالة إيه اللي أنت بتتمناه؟ أنا بتمنى إنه للشباب لتوعيتهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى كرمنا وادانا الثورة العظيمة دي، حافظوا على البلد، حافظ على نفسك يا ابني، الأيام اللي جاية هتكون أفضل لكم إن شاء الله. إن شاء الله. من ضمن صوتنا لصوتك ومن ضمن صوتنا لصوت كل القلوب في مصر للشباب انها تحافظ على البلد، تحافظ على الحلم اللي قدرنا نحققه وما تضيعوش. شاعرنا الجميل، لينا لقاء تاني بعد طبع ديوانك ان شاء الله، حلم الغلابه، واللي احنا انفردنا بيه بقصيده الهد بتاعتك ان شاء الله. ايوه، ولينا لقاء تاني مثمر، لان لسه في حاجات كتير ومواضيع كتير هنتكلم فيها ان شاء الله. يعني انا بس في قصيده صغيره يا ريت اختم بيها بس. طب اتفضل، ونلتقي بيكم مع حلقه تانية اعزائي. هيبقى اخر حاجه خدت القصيده مع استاذ ناصر. اتفضل. دي قصيده بعنوان متلخبط. بقول: متلخبط ايوه، بخبط في الجغرافيا وفي الكلمات، ولقيتني بتوه في الدنيا وراجع تاني الاتجاهات. الغرب دخل في الشرق وتاه الشرق ومش بلاقيه، والشرق اتلون غرب وجاي الغرب عشان يمحيه. وفتحت الدش بدور يمكن الاقي الشرق يا خال، وقلبت عدلت طلعت نزلت وشفت اللي ما يتقال. دي محطة وفيها اغاني ومش عجباني الاغنيات،
فساتين مكسوسة، بنات مرصوصة، فين الأخلاق يا بنات؟ والتانية كمان والتالتة لحد 100، وقلت خلاص، ولقيت الشرق بريحة الغرب في قدمه لحد الراس، وقفلت الدش دخلت العش ونمت ومش نعسان، فكرت وقلت ارجع وادخل للخرطة وللأزمان، دي خريطة فاكرها عبيطة بس العيب مش في المكتوب، وماسكها واقلب فيها بلاقي كل عدل مقلوب، الطول بقى عرض وعرض الأرض اتذل كمان وتهان، تخريف وخريف ولا شتاء ولا صيف مش عارف أي زمان، متصدع جو متوجع بس بدل ما هروح ببلاش قررت إني أكون جاهل ولا أقول لك أنا هتاش. شكرا. الله عليك. أعزائنا المشاهدين، أظن مفيش أجمل من كده إن إحنا نختم بيها حلقتنا، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم نجوم الأدب برعاية قناة الهلال، وإن شاء الله مع شاعر جديد. أشكو إلى الله الكروب وأدمعي حراسكم وألوم. أعزائي المشاهدين، ومفاجأتنا الثانية